السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم صديقاتي في قناتكم يومية أريج دي زاد. اليوم أحضرت لكم موضوع مختلف، موضوع ربما يغير نظرتكم للمال والادخار تماما. كلنا نريد أن نحقق الاستقرار المالي، كلنا نحلم أن نمتلك بيتا خاصا بنا، سيارة جديدة أو حتى مشروعا صغيرا نكتسب منه أموال إضافية. لكن لماذا أغلب الناس رغم تعبهم اليومي لا يستطيعون جمع المال؟ لماذا يمر العام تلو الآخر ورصيدنا البنكي لا يتغير، بل أحيانا يقل؟ السر لا يكمن في العمل أكثر أو الحصول على راتب أعلى فقط، السر الحقيقي يكمن في طريقة تعاملك مع الدخل. الصينيون الذين أصبحوا من أقوى الشعوب اقتصاديا لديهم سر بسيط لكن عميق في جمع المال، يسمونه قاعدة 50/50، نصف للمصروف ونصف للاستثمار والادخار. اليوم سأشارككم هذا السر بالتفصيل، خطوة بخطوة ومع أمثلة عملية تجعلكم تفهمون كيف يمكن أن تطبقوه أنتم أيضا مهما كان دخلكم بسيطا. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ودعما لنا لنستمر في تقديم محتوى قيم ونافع لكم. الصينيون ليسوا أغنى منا لأنهم يولدون ومعهم المال، بل لأنهم يتعاملون مع الدخل بطريقة ذكية جدا. عندهم عادة يسموها تقسيم الدخل إلى نصفين. الفكرة ببساطة يعني كل مبلغ يدخل جيبك، سواء كان راتبا أو مكسبا من عمل حر أو حتى هدية مالية، يتم تقسيمه فورا إلى قسمين متساويين. القسم الأول 50% للاستثمار أو الادخار. هذا الجزء مقدس، لا يصرف لا يلمس، إما يدخر في حساب خاص أو يحول إلى ذهب أو يستثمر في مشروع أو أسهم أو أي شيء ينمو مع الوقت. القسم الثاني 50% المتبقية للمصروف اليومي، هذا هو الذي تعيش به، تدفع به الإيجار بيتك، طعامك، فواتيرك، تنقلاتك، هو الجزء المسموح لك باستخدامه فقط. لماذا هذه الطريقة فعالة؟ أول حاجة لأنها تربي فيك الانضباط. حين تعرف أن نصف دخلك المحجوز للمستقبل تتعود على عيش بما تبقى حتى لو كان قليلا. ثاني حاجة تجعل المال يعمل لصالحك بدل أن يضيع في الكماليات. الجزء المدخر يبدأ يكبر ومع مرور السنوات يتحول إلى ثروة حقيقية. ثالث حاجة تبعدك عن التفكير القصير المدى، لأنك في كل مرة تتقاضى راتبك لا تفكر فقط كيف ستصرفه بل كيف ستؤمن مستقبلك. مثال عملي، نفترض أن راتبك الشهري $400. وفق قاعدة 50/50 أنت تحتفظ $200 فورا في حساب خاص أو في صندوق ادخار، يعني تنساها تماما. 200 المتبقية هي التي ستعيش بها. قد تضطر للتقليل من بعض الكماليات كما الخروج المتكرر للمطاعم، شراء ملابس لا تحتاجها أو مصاريف غير ضرورية، لكن مع الوقت ستتأقلم. بعد سنة واحدة فقط سيكون لديك $2400 مدخرة. بعد 5 سنوات $12,000. تخيل أن شخصا براتب بسيط استطاع أن يكون هذا المبلغ فقط بالالتزام بهذه العادة. وإذا استثمر المبلغ في مشروع صغير أو في ذهب فسوف يتضاعف أكثر. الثقافة الصينية وراء الفكرة هذه، الشعب الصيني يؤمن بمبدأ القطرة تصنع النهر، القطرة تصنع النهر. هم لا يقلقون إن كان الادخار صغيرا، المهم هو الاستمرارية. أيضا لديهم عادة وضع المال في أظرفة مختلفة بلكشتوها، كل ظرف له هدف، ظرف للإيجار، ظرف للسفر، وظرف للطوارئ، ظرف للادخار، وهذا يساعدهم على تحكم أكثر في المال وعدم الخلط بين النفقات. والأهم أنهم يعتبرون الادخار ليس خيارا بل واجبا، حاجة واجبة تماما مثل دفع الفواتير. لذلك تجدهم قادرين على إنشاء مشاريع عائلية كبيرة رغم بساطة رواتبهم. ماذا عن الناس الذين يقولون دخلي قليل ولا يكفي؟ الحقيقة أنه مهما كان دخلك يمكنك تطبيق الفكرة بنسبة ما. إذا لم تستطيع حفظ 50% ابدأ ب20% فقط، أو حتى 10%، 30%. المهم تبدأ بهذه الفكرة، لكن الفكرة أن تدخر أولا قبل أن تصرف، وليس العكس. أغلب الناس يقول سأصرف أولا ثم يتبقى سأدخره، النتيجة لا يتبقى شيء أبدا. يقول لك لا يملأ بطن آدم إلى التراب. القاعدة الذهبية الادخار أولا المصروف ثانيا، يعني هما مقطسين الادخار بزاف، وكنجرعوا نقوم على حق من هذه الفكرة. في الخاتمة صديقاتي حبيباتي، سر الثراء ليس أن تكسبين ملايين فجأة، بل أن تعرفي كيف تديرين القليل بذكاء.
الطريقة الصينية 50/50 هي من أبسط قوانين لكنها فعالة جدا. نصف للغد نصف لليوم. إذا التزمت بها سنوات متتالية ستجدين نفسك تمتلكين رأس مال محترم، وربما مشروعا خاصا بك أو بيتا جديدا. والأجمل أنك ستكونين مطمئنة أن لديك احتياطيا لأي ظرف طارئ. وهنا لا تنسوا أن المال مثل النبات، إذا زرعته ورعيته يكبر، وإذا أنفقته كله في لحظة فلن تجني شيئا بعد ذلك. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد ألهمكم وغير نظرتكم للادخار. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعم القناة باللايك وكتابة آرائكم في التعليقات. هل أنتم مستعدون لتجربة قاعدة 50/50 ابتداء من الشهر القادم؟ وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم بخير وراحة البال.